هاي سوليز، ويلكم باك ورجعت لكم بفيديو جديد. النهارده ان شاء الله هنتكلم مع بعض عن ازاي نستغل الاجازه بشكل صح. انا مقسمه لكم الفيديو نصين، نص حاجات تفيدنا في حياتنا العمليه، تفيدنا مع صحابنا مع اهلنا مع الناس عامه، ونص تاني حاجات ان احنا نعملها نتبسط بالاجازه ونعمل حاجات جديده تخلينا مبسوطين بعيدا عن التليفون خالص. لان احنا يا جماعه مش مولودين بالمهارات دي، احنا بنكتسبها مع الوقت وبنتعلمها. فعايزه اقول لكم ان كل ما مهاراتكم تكون زايده كل ما الناس تكون محتاجاكم اكتر. اي حاجه تدخلوا فيها تعرفوا تتعاملوا معاها، اي حد محتاجكم في حاجه تعرفوا تتعاملوا معاه، اي ظرف دخلتوا فيه تعرفوا فعلا ان انتوا تعملوا ده وده وده. فلازم بجد تستفادوا من الثلاث شهور او الاربع شهور بتوع الاجازه دول. فيلا نبدا الفيديو مع بعض. اول حاجه هبدا بيها لانها بجد مهمه قوي قوي وهي الكوميونيكيشن سكيلز. دي بجد مهمه قوي لان انتوا ممكن يكون عندكم سكيلز كتيره قوي، زي مثلا انتوا عارفين ترسموا تلونوا تعملوا حاجات كتيره قوي قوي قوي، بس مش عندكم الحته دي. فانتوا كل اللي عملتوه ده ولا اكنه حصل، لان دي بجد من اهم الحاجات اللي لازم فعلا تتعلموها. الكوميونيكيشن سكيلز ببساطه كده هي ان انتوا تعرفوا تتواصلوا مع الناس، تعرفوا تتعاملوا مع الناس كلها، كل الفئات تتعاملوا معاها، تعبروا عن مشاعركم معاهم، تعرفوا تسمعوا الناس، تعرفوا تتواصلوا معاهم، تعرفوا تتكلموا معاهم بسلاسة. الناس فعلا هتحبوكوا قوي لما يكون عندكم المهارة دي. بجد يا جماعة هي مهمة قوي قوي قوي. ولو عندكم دي وعندكم كمان سكيلز كتيرة قوي قوي قوي، بجد انتوا هتكونوا شخص ناجح قوي. فلازم يكون عندنا الكوميونيكيشن سكيلز، لان دي من الحاجات المهمة اللي لازم تكون عندي عشان اعرف اتواصل مع الناس واعرف اعبر عن حاجاتي، اعبر عن الحاجات اللي انا شاطرة فيها، اعبر عن نفسي. فلازم دي تكون عندنا. طيب نتعلمها ازاي؟ طبعا على اليوتيوب بجد يا جماعه في فيديوهات كتير قوي عن الكوميونيكيشن سكيلز. انا هحاول على قد ما اقدر برضو احط لكم الفيديوهات المهمه، حاولوا انتوا تسمعوها في وقت فراغكم، مثلا بتغسلوا المواعين، بتوضبوا الاوضه بتاعتكم، بتعملوا اي حاجه، اسمعوا فترات منها. وبجد يعني من الحاجات اللي فعلا انا بحبها قوي وفعلا ساعدتني في حياتي. تاني حاجه معانا هتكلم عليها وهي البودكاست. وبجد انا يا جماعه بحب ان انا اسمعه جدا بعيدا عن الاغاني حاليا، لاني بسمع حاجات بجد انا محتاجه ان انا اسمعها. يعني انا مثلا قبل ما اتحجب بدات ان انا اسمع بودكاست عن الحجاب، ليه الحجاب المفروض البسه. كنت عايزه اسمع وافهم عشان اتحجب. نفس الكلام انتوا ممكن تسمعوا عن الحجاب، ممكن تسمعوا عن الدين، ممكن تسمعوا مثلا عن ازاي احب نفسي، ازاي اتاقلم مع الناس، ازاي حاجات كتيره قوي قوي يا جماعه. بجد بيتكلموا عن مواضيع كتيره بجد هتخليكوا احسن بكتير. هتسمعوا حاجات ممكن مش عارفينها، تعرفوا معلومات هتفيدكم جدا في حياتكم. فانتوا لما مثلا في حته معينه محتاجين ان انتوا تسمعوها، تكتبوا بودكاست عن كذا، بودكاست عن ازاي احب نفسي، بودكاست عن الصلاه، بودكاست عن الحجاب. فانتوا بجد محتاجين ان انتوا تسمعوا او تخصصوا وقت للبودكاست وانتوا بتعملوا اي حاجه. برضو ان انتوا مثلا في الشارع في العربيه كده تسمعوا فترات، هم مثلا بيكونوا ساعتين ثلاثه، فانتوا ممكن تسمعوا لمده فترات. بس بجد يا جماعه هتفيدكم جدا، هتثقفكم. لو انتوا مثلا مش بتحبوا الكتب وكده، انتوا بتسمعوا حاجات تثقفكم في حياتكم عامه. وبجد يا جماعه بنصحكم قوي قوي ان انتوا تسمعوا بودكاست. تالت حاجه بقى معانا ان احنا نتعلم الايديتنج. بجد يمكن دي حاجه بسيطه شويه، هو طبعا ليه تدريج. يعني انا عن نفسي عايزه اقول لكم ان انا اول فيديو ليا على اليوتيوب، بجد يا جماعه انا لسه فاكراه، انا ما كنتش بعرف اعمل ايديت خالص. يعني انا مثلا كنت بصور كده ويبان ان انا عملت كده بايدي، بعد كده افتح ويبان ان انا عملت كده، ما كنتش بعرف خالص. بس مع مدار ال6 سنين وانا بصور خلاص انا ايدي اخدت على الموضوع. انتوا ممكن تتعلموا الحاجات السيمبل، زي مثلا ان انتوا تقطعوا الفيديو، تشيلوا الزوايد والحاجات اللي مش مهمه، مثلا تحطوا الكلام، تعرفوا تعملوا الصوت، الفويس اوفر ازاي نعمله. الحاجات دي كلها هتفيدكم عامه مثلا في دراستكم. وممكن مثلا حد محتاج حاجه بعدين ان انتوا تعملوا edit لأي حاجة. مثلا في البرزنتيشن في الجامعة ممكن انتوا محتاجين تعملوا برضو او تعرفوا ازاي تعملوا edit. في الجامعة مثلا لو عايزين فيديو منكم تعرفوا ازاي تعملوا edit حتى لو بسيط. هتفيدكم قوي ان انتوا كده عارفين البيزكس بتاعت الايديتنج. رابع حاجة معانا ان احنا ننزل مع نفسنا. انا بجد كنت بتوتر قوي قوي يا جماعة لما كنت بنزل مع نفسي. كنت بحس دايما ان انا يعني متوترة، بحس ان انا مش عارفة اتعامل، بحس ان انا مش عارفه اشتري او مش عارفه اعمل حاجه. بس مع الوقت لما بدات انزل مع نفسي كتير قوي قوي، لقيت ان الموضوع تافه وبجد الموضوع حلو قوي. لانكم لما تنزلوا تاخدوا مثلا الكتاب بتاعكم كده او الكراسه بتاعتكم، تبداوا تكتبوا وتشوفوا انتوا فعلا عايزين تعملوا ايه، عايزين تعملوا ايه في حياتكم بعدين، ايه الحاجات اللي انتوا عايزين تستفادوا منها، ايه الحاجات اللي انتوا عايزين
تتعلموها، محتاجين تروحوا gym، محتاجين إن أنتم تتعلموا حاجات جديدة، فأنتم بجد لازم تكونوا مخصصين وقت إن أنتم تنزلوا مع نفسكم أو تقعدوا مع نفسكم عامةً، علشان بجد الإنسان بيكون محتاج حاجة زي كده. بس لو أنتم مثلًا طيب بتخافوا إن أنتم تنزلوا تقعدوا مع نفسكم، بتتوتروا وبتحسوا الناس كلها بتبُص عليكم، أنا كنت باحس بنفس الإحساس ده، كنت باتوتر جدًا وباسخن وبُص بابقى عايزة أروّح بجد من كتر التوتر. بس أنا هاقول لكم حاجة، أنتم مثلًا لمّا تكونوا نازلين مع أهلكم أو نازلين مع صحابكم، بتكونوا مبسوطين بالقعدة اللي أنتم قاعدينها، بتكونوا قاعدين مع بعض وبتضحكوا ومبسوطين، مش مركّزين مثلًا مع الولد اللي قاعد مثلًا بيذاكر، مش مركّزين مع البنت اللي قاعدة لوحدها أو قاعدة مع صحابها، مش مركّزين، أنتم مركّزين أكتر مع أهلكم ومع صحابكم، ومش عمالين تبُصّوا على الناس. فنفس الكلام، أنتم لمّا تكونوا خارجين مع نفسكم، كل واحد أصلًا بيفكّر في حياته أو بيفكّر في الحاجة اللي هو رايحها، فما حدّش شاغل دماغه بيكم بالشكل ده. أنا كنت فاكرة إن كلّه بيبُص لي، كلّه مش عارفة إيه، لأ خالص يا جماعة بجد، خالص، خالص بجد، كل واحد في حاله. خليكم كده واثقين في نفسكم وانزلوا واعملوا اللي أنتم بتحبوه، بس بجد لمّا تنزلوا مع نفسكم كل الحاجات اللي أنتم عايزين تعملوها، بتجربوا حاجات جديدة مع نفسكم، يمكن مثلًا صحابكم مش available على طول، فأنتم خلاص أنا بانزل مع نفسي، عايزة أجرّب الكافيه ده، عايزة أروح المكتبة دي، انزلوا مع نفسكم بجد يا جماعة هتحبوا الموضوع جدًا، جدًا، ولو متوترين حاولوا إن أنتم تنزلوا كتير أوي. بعد كده عندي إن أنا أتعلم لغة جديدة غير اللغة بتاعتي. طبعًا إحنا كلنا معانا العربي، ممكن تتعلموا English، French، German، أي حاجة تتعلموها بجد هتفيدكم في حياتكم عامةً. يعني أنا دلوقتي في كلية ترجمة، أنا الEnglish معايا لازم يكون معايا، بس طبعًا لازم إن أنا أعرف كل حاجة عن كل حاجة، ترجمة طبية، ترجمة سياسية، ترجمة مش عارفة إيه، فأنا خلاص اتخصصت English فغصبٍ عني لازم أتعمق في الEnglish أكتر. فأنتم برضه نفس الكلام، عايزين تتعمقوا في الEnglish، عايزين تدخلوا أو تتعلموا German، French، الحاجات دي كلها هتفيدكم جدًا، جدًا، جدًا لمّا تكبروا كده ومثلًا تدخلوا أو تشتغلوا حاجة عامةً يكون معاكم كذا لغة. بجد يا جماعة من الحاجات الحلوة أوي، أوي اللي أنتم ممكن تتعلموها، في بجد courses بالهبل على اليوتيوب عشان أتعلم أي لغة أو الEnglish على سبيل المثال معايا الreading، writing والlistening والspeaking، دي من الأهم الحاجات اللي لازم تكون معايا، ويكونوا طبعًا يعني مستوياتهم زي بعض عشان أكون كمان شاطرة في اللغة دي. بعد كده هنتعلم حاجة تانية اسمها الpublic speaking، دي حاجة بجد حلوة أوي إن إحنا نبعد التوتر لمّا نيجي نتكلم قدّام مجموعة من الناس، لمّا نيجي نعمل presentation أو نيجي نتكلم مع مجموعة من الناس كتيرة أوي، أوي، ما نتوترش، إن إحنا نعرف نتكلم بكل ثقة كده وأعرف أعبّر عن مشاعري. طبعًا في برضه فيديوهات كتيرة أوي على اليوتيوب بتتكلم عن الpublic speaking، ولو أنتم حبيتوا السلسلة دي أنا هاحاول الحاجات اللي أنا قُلت لكم عليها دي أبقى أعلّمكم الحاجات اللي أنا باعرف أعملها أكتر عن الediting أو الcommunication skills أو الpublic speaking والحاجات دي كلّها. بس بجد الpublic speaking حلو أوي يا جماعة، هتفيدني طبعًا إن أنا إزاي أنظّم أفكاري قبل ما أقول الكلام، حاجات كتيرة أوي، أوي، فأنتم بجد محتاجين إن أنتم تسمعوا عنها أكتر. واعملوا حاجات أنتم بتحبوها، اتعلموا خرز مثلًا إزاي تعملوا accessories، اتعلموا إزاي ترسموا، اتعلموا إزاي تطبخوا مثلًا، حاولوا إن أنتم كل يوم تطبخوا أكلة جديدة، اتعلموا الكروشيه برضه لذيذ أوي، حاولوا إن أنتم تلوّنوا مع نفسكم كده، لو تعرفوا اللي هي الcoloring book اللي طالعة trend دي بجد حلوة أوي، ممكن برضه تقعدوا إن أنتم تلوّنوا مع نفسكم، تنزلوا مع قرايبكم، تنزلوا مع صحابكم. إحنا ممكن نقرا كُتب، بجد الكُتب لذيذة أوي، بس إحنا ممكن يعني نبدِّل الكُتب بالpodcast لو أنتم مش بتحبوا إن أنتم مثلًا تقروا كُتب وكده، ممكن تسمعوا podcast. وبجد يا جماعة الكُتب حلوة أوي، أوي، حاولوا إن أنتم تقروا كُتب كتيرة أوي في الأجازة، بجد الأجازة مليانة حاجات كتيرة أوي، أوي ممكن تعملوها. وبس كده ده هيكون الفيديو بتاع النهارده، أنا حاولت ألخّص لكم كل الحاجات اللي أنتم ممكن تعملوها في الأجازة وتفيدكم برضه في حياتكم. لو حبيتوا الفيديو وعايزين إن أنا أتكلم عن حاجة معينة بشكل عام أكتر اكتبوا لي في الcomments. بس كده هاشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله. باي باي.